السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبدأ معاكم مادة السايكاتريك اللي هي مادة النفسية، تمريض النفسي، وده للفرقة التانية، معهد فني صحي شعب التمريض. طبعا أنا هشرح من الكتاب ده. هما كانوا بيتكلموا ان في تغيير والكلام ده في المنهج وكده الترم التاني، بس انا وصل لي ان ده الPDF خلاص اللي هو تمام. ولسه يعني هنشوف، بس هو يعني ما تغيرش فيه اي حاجة في المنهج، يعني كل حاجة زي ما هي، بس زودوا المادة. كانت تقريبا حاجة و90 صفحة أو حاجة و60 صفحة. بعدين أول ما جددوها وكده خلوها 140 صفحة. تمام، هبدأ معاكم أول محاضرة، واللي هي المنتال هيلث اند المنتال illness. يعني ايه الصحة العقلية والصحة والمريض العقلي. تمام، يعني ايه صحة، يعني ايه صحة عقلية أو مريض عقلي. اول حاجة الصحة العقلية اللي هي مثلا ده شخص طبيعي، شخص ما عندوش اي مرض، شخص عادي عايش بحياته الطبيعية، يعني مثلا بيتوفر فيه كل الحاجات اللي هو الانسان الشخص الصحي العاقل، ان مفيش اي مشاكل فيه او اي ديستريس خالص. تمام، او مثلا اي مشاكل في العقل. طيب، عندنا كمان اللي هي المينتال illness. يعني ايه مريض عقلي؟ يعني ايه هو اتولد كده؟ يا ترى هو لما الشخص اللي هو مريض عقلي او مريض نفسي ده هو اتولد كده؟ لا طبعا، ده شخص مثلا تعرض لمثلا اي حاجة في الحياة، فبالتالي اديته مثلا ان هي بيحصل له disorder، اضطرابات في في حياته النفسية او في حالته النفسية، فبالتالي هو بقى مريض نفسي. وعلى فكرة بيبقى شخص طبيعي خالص، طبيعي، والمفروض احنا نتعامل معاه بطريقة ما نوحلوش ان انت مثلا فيك اعاقة او فيك اي حاجة ممكن تأذيه. لا، احنا المفروض نتعامل معاه بطريقة احسن من كده، علشان هو ما يشوفش نفسه ان هو حاجة وحشة، فبالتالي احنا بنعمل increase للإعاقة بتاعته دي والمرض النفسي، وممكن بيؤدي إلى حاجات كتير أكيد انتوا عارفينها، مثلا زي وحدة، وبالتالي ان هو مثلا بينفصل عن الحياة دي خالص، بيحصل له توحد، مثلا بيبعد تماما عن عيلته، عن المجتمع، عن أي حد، فبالتالي بيؤدي في الآخر للأسف يعني لحاجة اسمها الانتحار. وده طبعا حاجة بشعة، ويعني ربنا يشفي الجميع. ويعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نتعاملش مع اي حد على كأنه حاجة وحشة وكده، يعني نحاول نشوف الناس دي بحاجة احسن وبطريقة وبصورة حلوة علشان نعرف نتعامل معاها. طيب، هنبدأ محاضرتنا النهاردة. في اول حاجة عندنا هنا المنتال، دي مهمة على فكرة. انا هبدأ معاكم اهو، هي بداية من هنا حاجات تانية طبعا. تمام، يبقى بيقولك المنتال health and mental illness are difficult to define precisely. يعني ايه ان الصحة العقلية وكمان المرض العقلي من الصعب ان احنا نحدده بدقة، ان احنا مثلا نحدد الحاجة دي مثلا مريض عقلي، اني مثلا نقول له لا ده مثلا مريض بسبب الحاجة دي. لا، احنا مش بنحدد، من الصعب ان احنا نحدد الحاجة دي. ممكن السؤال ده يجي صح وغلط، فبالتالي هتبقى صح. طيب، بيقول لك ايه تحتها هنا؟ بيقول people who can carry out their roles in society. يعني الناس اللي هم عندهم القدرة. هنا بقى بيفرق لك ايه بين الناس الأصحاء والناس اللي هم غير أصحاء عقليا. يعني ايه المريض النفسي واللي هم الشخص اللي عنده اللي مش مريض مثلا، او اللي هو خلاص عنده اكتمال في الصحة النفسية بتاعته. فبالتالي بيقول لك ايه people who can carry out their roles in society. يعني الاشخاص اللي هم قادرين على ان يتحملوا ادوارهم او يقيموا ان هم مثلا يقوموا بادوارهم اللي موجودة في المجتمع. تاني حاجة whose behavior is appropriate and debative or viewed as healthy. يعني هم ايه اللي هم السلوك بتاعهم بيبقى مناسب في النمط الصحي، وان هو
عنده تكيف صحي جيد. يعني ايه؟ الشخص ده بيتعامل فعلا بطريقة كويسة، النمط والسلوك بتاعه مناسب جدا للمجتمع وللحاجة اللي حواليه. طيب هنا مفيش اي حاجة مهمة، بس احنا هنفهم ايه الفرق بين ده وده. طبعا احنا قلنا الصحي اللي هو بيقدر ان هو بيتكيف مع الادوار بتاعته الموجودة في المجتمع، مثلا عنده صحة جيدة، بيتعامل بسلوك نفسي وسلوك اجتماعي كويس جدا. مثلا عندنا بعد كده اللي هو المينتال إلنس، هيقولك مثلا ايه في الاعاقات بتاعته، ان هو مثلا ما بيقدرش ان هنشوفها تحت، كل حاجة مكتوبة تحت، ان هو مثلا بيبقى في عنده اضطرابات كتير، ادواره ما بيعرفش ان هو يقوم بيها، مثلا بيبقى عنده ان هو بيبعد عن الحياة والكلام ده. فهنشوف كل حاجة تحت هنا شرحها لنا بالتفصيل. طيب بيقولك ايه definition of mental health. definition of mental health بيقولك ايه the ability to solve a problem. يعني ده شخص عنده صحة نفسية. يعني انت كشخص طبيعي عندك ايه؟ يعني مثلا ability to solve problems, fulfill one's capacity for love and work, cope with serious without assistance, beyond the support of family or friends. تمام. يعني ايه هو تعريفه لحد هنا يا جماعة؟ تعريفه من اول هنا انا محدده لكم اهو لحد فريندز بس. طيب يعني ايه الكلام ده؟ ان هو بيبقى عنده القدرة ان هو يحل مشاكله، عنده كمان قدرة كاملة عن ان هو بيعمل بحب. تمام. عنده كمان التعامل، يعني تعامله بيبقى مرتبط، يعني ايه افهمها لكم ازاي؟ تعامله بيبقى مرتبط اكتر حاجة على السبورت بتاعه الفاميليز والفريندز. تمام. يعني وبرضو على فكرة لو شخص طبيعي جدا هيبقى حتى لو مفيش سبورت فبالتالي مش هيحبط او بيحصله مثلا ده ستريس، لا ده بالعكس، ده بيكمل ويوصل اللي هو عايزه من غير ما بيبقى فيه سبورت اصلا. وده اللي هو مقتنع بنفسه واللي عنده ثقة بنفسه. تمام يا جماعة، يبقى انا قلت لكم ايه؟ ان انا بدعم الشخص اللي هو دايما يبقى احلامه هي اولى، اهدافه دي طبعا نمبر 1 في حياته، يوصل اللي هو عايزه، ملهوش دعوه باي كلام سواء من الفاميلي بتاعته او الفريندز. الناس دي اقسم بالله يا جماعه يعني اللي هي مفيش داعي ان احنا نوقف حلمنا او ان احنا ندخل في مثلا حاله من الاكتئاب والتعب بسبب ان احنا بنسمع كلمه على شخص هو مش بالنسبه لنا في الحياه دي مش مهم اصلا. فانت اهم حاجه حط في دماغك اهم حاجه نفسي، مادام انا هعمل الحاجه دي وانا مرتاح، مادام انا ماشي صح وانا عارف نفسي ان انا ماشي صح، بس هما مثلا بيحبطوك، لا خلاص امشي وكمل لحد ما توصل وتثبت لهم ان انا قدرت. تمام. بعد كده بيقولك ايه maintaining a state of well-being by enjoying life. يعني ايه؟ ان هو بيستمتع بحالة صحية جيدة اللي هي استمتاع بالحياة، setting goal and realistic limits and becoming independent, interdependent or dependent as the need arises without permanently losing one's independence. يعني ايه؟ هو بيحافظ على الحالة بتاعته ان هي بتبقى كويسة. تمام. بيستمتع بحياته. طيب في كمان اهداف، يعني هي في رفاهية وفي استمتاع بالحياة وفي اهداف، فبالتالي دي يبقى استقلال. بيحافظ دايما ان هو بيبقى فيه استقلال وكمان متداخل مع الواقع. تمام. يعني ما نبنيش احلام وحاجات واحنا مش باصين على الواقع بتاعنا وشايفين هو الواقع بتاعنا ده ايه. نحاول على قد ما نقدر احلامنا واهدافنا تبقى على كد الواقع بتاعنا، علشان لو مثلا عملنا وتخيلنا حاجات وبصينا الواقع بتاعنا هو لا ما ينفعش.
طيب نيجي مثلا احنا نبني الحاجات دي والاحلام والكلام ده. نبص بعيدا عن احلام تحقيق في الدراسة او الكلام ده يا جماعة. احنا ممكن نحقق اي حاجة سواء كان الواقع بتاعنا ايه، بس في احلام ناس بتتخيل حاجات، واول ما هي ما بتحصل بتدخل في كمية من التعب والزعل والاكتئاب، وبتدخل في حالة يعني استغفر الله العظيم. فاحنا نحاول على قد ما نقدر يعني لما نيجي نبني حلم نبص للواقع بتاعنا ونبني على قده يعني. تمام. طيب بعد كده بيقولك ايه المنتال هيلث has sorry mental health has many components، ان هو بيتكون من العديد من المكونات and with variety of factor influence. يعني ايه؟ ان هو ليه مكونات كتير. طيب والمكونات دي عليها تأثيرات او مؤثرات بتأثر عليها. طيب بتنقسم لإيه؟ علشان نبقى عارفينها، علشان نبقى مقسمين المادة بتاعتنا والشابتر ده بالذات. بيقولك أول حاجة الديفينيشن. طيب هما مقسمينهم لاتنين. تمام. اللي هو المنتال هيلث والمنتال إلنس. المنتال هيلث والمنتال إلنس هما الاتنين نفس التقسيمات بتاعتهم، بس في اختلاف مثلا ايه، كل واحد بيبقى عكس التاني. طيب عندنا أول حاجة اللي هو المنتال هيلث بينقسم للديفينيشن بتاعه وكمان المكونات بتاعته والتأثيرات بتاعتها. طيب المكونات بتاعتها بيبقوا ايه، هم ثابتين معانا: الانديفيدوال والانديفيدوال والفاكتور بتاعتها، وكمان عندنا الانتربيرسونال او اللي هي الريليشن شيب والفاكتورز بتاعتها، وعندنا كمان السوشيال او الانفايرمنت والفاكتورز بتاعتها. طيب اول حاجه هناخد الانديفيدوال اللي هي الفرديه. طب يا جماعه مثلا عندنا احنا حاجات فرديه، مكونات فرديه للشخص اللي هو الشخص مثلا اللي هو عنده صحة نفسية. يعني زي ايه؟ هنبدأ أول حاجة أول واحدة دي persons biologic make up. أنا فهمتها حاجة تاني يعني ميك اب يعني الفردية، ودي بتبقى اللي هو الأوتونومي and independence اللي هو الاستقلال والتحكم الذاتي. الاستقلال والتحكم الذاتي يعني مثلا شخص انت كشخص طبيعي عندك لا انا مستقل بنفسي، انا عندي confidence بنفسي، ثقة ان انا لا الحاجة دي عادي خالص، انا همشي مع نفسي، معتمدة على نفسي، مش معتمدة على اي حد، بتحكم في نفسي، في الايموشنال بتاعتي، في اي حاجة. المهم عندك استقلال وتحكم في الذات. تقدر مثلا، يعني ايه تحكم في الذات يا جماعة؟ يعني مثلا تقدر ان انت لا مش كل حاجة ما حصلتش يبقى ادخل في اكتئاب، مش كل حاجة ما اتحققتش يبقى انا ادخل في اكتئاب. لا، انت عندك تحكم في نفسك ان انت لا اصبر، ابدأ، اتعب، هتلاقي والله العظيم هتلاقي وربنا هيكرمك. تاني حاجة بقى عندنا اللي هي السيلف استيم. سيلف استيم يعني ايه؟ احترام الذات. انت لما تبدأ، دي نقطة مهمة خالص والله العظيم، نقطة مهمة جدا. لما انت تكون محترم يعني بتحترم نفسك، ذاتك من جواك، والله العظيم هتعمل احلى شغل اقسم بالله. يعني مثلا ايه، انت لما شخص مثلا يجي لا مش حابب نفسه، مش بيحترم نفسه، حاسس ان اللي هو بيعمله دي بيتريق على نفسه، فبالتالي ده مش هيبقى عنده ذرة كده من الايه، من التعب او ان هو الاجهاد، ان هو يتعب ويشقى علشان يوصل. لا مش هيلاقي ذره من الكونفيدنس اصلا ان هو يبدا بنفسه او ان هو يكون نفسه. لا مش هيلاقي الحاجه دي. لما انت يبقى في عندك السيلف استيم دي حاجه فظيعه يعني، حاجه هتبقى جميله جدا لما انت تحترم نفسك ومتطلباتها واحتياجها. دي هتبقى حاجه جميله جدا، وهتخليك فعلا كامل في حكايه ان انت يبقى في مثلا mental health. لا هتخليك اللي هي complete جدا يعني، اللي هي هتبني ثقة جميلة جدا في نفسك. هتقدر ان انت تعمل اي حاجة. كلمة فاشل والكلام ده بلاش يا جماعة منها، يعني لما نيجي نقعد مع نفسنا ونقول ان انا فاشل وانا مش هقدر لا، حاولوا ان انتوا ايه، تدوا لنفسكم بوزيتيف انرجي. لو انتوا ما لقيتوهمش من حد بره حاولوا تدوها لنفسكم. تمام.
طيب بعد كده الكاباسيتي فور جروث، يعني ايه؟ القدرة على النمو. لو شخص طبيعي يا جماعة قادر ان هو ينمو بأفكاره بأحلامه، قدرته بتبقى فظيعة وبتبقى جميلة جدا. ده شخص كامل، ده شخص والله يا جماعة كل اللي بيتكلم فيه ده بيبقى شخص كامل كامل كده، وبيبقى عنده confidence. لا انا مش بيهمني حد كده، شخص بيبقى عايش حياته يعني. ربنا يعني ايه يتمنى يجعلنا من الناس دي يا جماعة يعني، فاهمين؟ فبعد كده اللي هو capacity for growth، بيقدر ان هو ينمي نفسه في حاجات كتير، في احلامه، في افكاره، في حياته، بيطور من نفسه، يعني الكلام ده ماشي. طيب بعد كده ability to find meaning in life. الله، بس الكلمة دي اقسم بالله ليها معنى جميل جميل جدا يعني. مش عارفة هو انا ايه اللي انا بقوله ده معلش، بس دي طريقة شرح يعني مع اي حد. ف وبعدين يعني بحاول ان انا اخد الكلام علشان تفهموه تمام. خدوا المادة يا جماعة، اقسم بالله مادة النفسية دي حاجة جميلة جدا. في ايه؟ فكرة اني بتلاقي فيها نفسك تمام، وتلاقي فيها كمان ازاي بتتعامل في بعض الحالات اللي انت ممكن تتعرض ليها. فبالتالي احنا ناخدها كام مادة مثلا، اللي هي عارف لما انت تفضل تدور على صفحة علشان تعالج نفسك وان انت تبقى عندك ثقة في نفسك، صفحة مثلا على السوشيال او الكلام ده، انت خد المادة. خدوا المادة يا جماعة زي كده تمام، ان هي حاجة جميلة كده وانت بتبدأ فيها بقى الكلام ده تمام. يبقى كشخص صحي انت بيبقى في جواك ability to find meaning in life. يعني ايه؟ انت عندك القدرة انك بتفهم معنى الحياة. يعني لو احنا عشنا، والله العظيم احنا لو عشنا وما عرفناش معنى الحياة مش هنعيش. ما هيفضلنا بقى ان احنا ايه ديس اوردر والكلام ده، وبيبقى فيه مفيش خالص كونفيدنس، وبيبقى فيه ديستريس علينا، ونحس ان الحياة دي مضغوطة يا هنحس بحاجات بشعة يعني. لكن اول ما تبقى انت عارف حياتك دي ايه وترتبها كده، والله العظيم بص هيبقى شخص جميل جدا. طيب اللي بعدها اللي هي emotional. يعني ايه؟ يعني المرونة والصلابة العاطفية. يعني بيعرف ازاي يتحكم في الايموشنال بتاعته، الحالات بتاعته. يعني امتى ان هو يبقى عصبي مثلا بيتماسك واللي هو بيسيطر على نفسه، وامتى مثلا ان هو لا بيحاول ان هو يقوي نفسه، يعني الحالات اللي زي دي. طيب عندنا كمان sense of belong. يعني ايه؟ الشعور بالانتماء. يعني لو شخص مريض نفسي مش بيحس بالحاجة دي. طب مش بيحس بيها ليه؟ لا بيحس ان هو مكروه، بيحس ان مثلا الناس كلها بعيدة عنه، لا مفيش، مش عارفة الحاجات اللي بتيجي في دماغه دي كمريض عقلي اكيد انتوا عارفينها. لكن الشخص اللي هو الطبيعي لا بيحس بانتماء، بيتكلم، بيقعد وسط مثلا، بيشارك في مجتمعات، بيشارك في كل حاجة، تلاقيه وسط الناس عادي خالص، هو طبيعي مادام هو confidence كده بقى والكلام ده. طيب بعد كده اللي هي reality or tension or meditation. يعني ايه؟ اللي هو ثانية القدرة على اللي هو التوجه الواقعي. يعني ايه؟ ان مثلا كل حاجة حواليه هو متقبلها، والواقع بتاعه هو متقبله، ما لا ما فيش اي مشكلة، عادي دي حياتي ودي حاجة كتبها لي ربنا، في عادي خالص. هو عنده ايه اللي هو التوجه الواقعي، واللي هو خلاص عادي بيبني احلامه على اساس الواقع بتاعه، بيحقق كل حاجة على اساس الواقع بتاعه، ما بيعيشش في خيال تمام، شخص واقعي. طيب عندنا كمان ان هو coping or stresses management abilities. يعني ايه؟ قدرات للتأقلم مع الأزمات يعني مثلا الإجهاد اللي بيحصل في حياته. يعني مثلا حصلت له أزمة، حصلت له أي حاجة، لا هو بيقدر إن هو بيقف مكانه، بيقدر إن هو بيتأقلم على الحاجة دي. والله يا جماعة فعلا يعني احنا المفروض في الأزمات في الحاجات دي لازم نثبت نفسنا، ما نتعبش، نحاول ان احنا نقف. كل حاجة بتحصل لنا حاجة ربنا هو اللي كتبها لنا وتدابير ربنا، فبالتالي لازم ان احنا ايه
نقف بطريقة جميلة، يعني نثبت نفسنا علشان ما نتعبش. غير كده الحياة اصلا مليانة ضغوطات ومليانة تعب وأزمات وقرف اسود، بس احنا لازم ايه، نبقى ناس صحية كده ونقف ونثبت نفسنا، ولا كل حاجة بتحصل لنا من عند ربنا والكلام ده تمام. والله قوة ايمانك بربنا دي حاجة تكفي ان انت تعدي حياتك لحد الموت يعني. طيب بعد كده interpersonal or relationship factors، يعني ايه الحاجات بقى اللي بتحصل في العلاقات او الحاجات الشخصية، زي مثلا ايه effective communication، يعني هو التأثير او تواصل فعال. يعني مثلا ايه تواصل فعال؟ يعني ايه، هو شخص لما بيجي مثلا بيقعد مع مثلا مجتمعات او مثلا جماعات بيتكلم معاهم، لا تواصله فعال ان هو بيتكلم مع الشخص ده وبيتواصل مع الشخص ده، فده شخص طبيعي خالص. عنده كمان اللي هو ability to help other، اني بيساعد الاخرين، هو كشخص شخص مساعد كده وشخص كده متسامح مع نفسه ومع الناس. عنده كمان اللي هو الانتمنسي. انتمنسي يعني ايه؟ يعني بس بتهيألي اللي هي عارفين الشخص الأليف، عارفين الشخص الأليف ده هو شخص ده مش شخص وحش كده ومتمرد على طول وبيزعق ومش عارف ايه وبيكره الناس والكلام ده، لا هو شخص أليف خالص جدا يعني. آه بيعامل الناس يعني كل حاجة تبع الموقف بتاعها. بيعامل الناس بألفة، يعني مش كل واحد احنا لازم نتمرد عليه، فاهمين؟ طيب a balance of severances and contentness، يعني ايه عنده توازن في الاتصال او الترابط والانفصال، يعني امتى يبعد، امتى ينفصل عن الناس دي، امتى يترابط او يحصل ترابط بين جماعات او مشاركات او الكلام ده، هو عنده بالانس تمام. طيب بعد كده السوشيال or environmental factors، يعني ايه التأثيرات المجتمعية او الاجتماعية او الحاجات تبع البيئة اللي احنا بنمر بيها، ودي بقى بيحصل فيها ايه؟ مثلا a sense of community، الاحساس بالانتماء للمجتمع، لا ان هو عايش لا انا ليا قيمة في المجتمع دي، ليا مثلا حاجة، حاسس نفسه ان هو حاجة، يعني اكيد طبعا ثقته في نفسه اكيد هتحسسه بكده، فدي اللي هو sense of community. آه accesses to educate resources، يعني ايه؟ يعني الوصول الى الموارد الكافية. بص طبيعي ان في المجتمع بتاعنا مفيش موارد كافية ان انت مثلا تقدر تعمل اللي انت عايزه، بس هو كشخص طبعا طبيعي ومتفق مع نفسه جدا يعني وعنده كونفيدنس كده، فبيحس ان كل حاجة حواليه لا كافية جدا، شخص زي الفل يعني يا جماعة. طيب بعد كده انتوا فين احنا؟ ايوه انتوا learners of violence، يعني ايه عدم التسامح مع العنف، مش بيقدم الحاجة دي، لا هو شخص بيكره الحاجة دي بيقف، يعني شخص ايجابي يا جماعة فاهمين؟ طيب support of diverse، ثانية لا support of diversity among people، يعني ايه؟ يعني دعم التنوع بين الناس. يعني ايه دعم التنوع بين الناس؟ يعني هو شخص بيعرف يتعامل مع كل الناس، بيتعامل مع كل الناس، الشخص ده والشخص ده يعني اللي هو ليه مشاركات كتيرة يعني تمام. بعد كده الماسترز اوف ذا mastery of the environment، يعني بصوا التمكن من البيئة، يعني هو شخص عارف اللي هو بيستغل كل الفرص، بيقدر يطلع من اقل فرصة كده بيستغل، فهو كده بيستغل البيئة، اي حاجة اي خدمات موجودة في البيئة فبالتالي هو بيستغلها عادي يعني. شخص كده يا جماعة اقول لكم شخص عادي مفتوح للدنيا والحياة يعني. طيب
بعد كده a positive yet realistic view of one's world. يعني ايه؟ ليه نظرة إيجابية وواقعية في نفس الوقت، يعني للعالم ليه نظرة إيجابية. يعني هو بيبص للعالم كأنه حاجة إيجابية، يعني بيشجع نفسه بنفسه، مش كل حاجة نيجاتيف يا جماعة. يعني بما إننا يعني العالم بتاعنا والمجتمع بتاعنا استغفر الله العظيم يعني مش بيسمح لأي حاجات، بس هو لا يبقى فيه بوزيتيف. واحنا على فكرة المفروض فعلا يعني يبقى لينا بوزيتيف كده، نظرة كده إيجابية للمجتمع وللحالة اللي احنا فيها وللواقع اللي احنا فيه، علشان نقدر نكمل وعلشان نقدر نبني نفسنا ونبقى احسن ونقدر ان احنا نعيش ونستحمل. تمام. كمان ليه نظرة واقعية، يعني مثلا ما يجيلناش مثلا واحد هو ليه نظرة ايجابية بس ما يروحش يعمل مثلا حاجات واحلام ويبني احلام ليام، لا دي مش واقعية، يعني حاجات في الخيال كده. تمام. طيب خلصنا بقى من المنتال هيلث اللي هو الشخص السكر ده بقى اللي هو ايه، شخص ايجابي وصحي خالص، يعني اللي هو انت كده تشوف اللي هو ايه يا عم ده انا عايز شوية منك. طيب الشخص بقى اللي هو المنتال illness، اعوذ بالله. زي ما قلت لكم يا جماعه، وتفتكروا ان الكلمه دي مثلا ممكن تخليكم تعاملوا شخص منتال illness مثلا لا تقولوا الكلمه دي في وشه، لا استغفر الله يعني. فبصوا زي ما قلت لكم ان الشخص المنتال إلنس ده شخص مريض، يعني هو مش بإرادته، هي حصلت غصب عنه. على فكرة المشاعر والحاجات اللي هو بيحسها دي يعني حاجات غصب عنه عشان اللي شافه. يعني احنا نستحمل، والشخص ده نحاول ان احنا ايه، نحسسه ان لا ليه قيمة والحاجات دي بتمر، ونقربه من ربنا اكتر علشان هو فعلا شخص بيبقى محتاج الحاجة دي. طيب بيقولك اللي هو المنتال illness في كمان اللي هو the American Psychiatric Associated define a mental disorder. يعني في أمريكا الصحة النفسية في أمريكا قالك إن هو المنتال illness بيبقى مرتبط بمنتال disorder، إن هو اضطرابات عقلية. يبقى ان هو المريض العقلي ده بيحصل بحاجات مرتبطة بالاضطرابات العقلية. دي قالت الصحة النفسية في امريكا. تمام، الامريكية. طيب طبعا احنا لازم نبقى عارفين الحاجة دي ربما يعني تيجي اكمل او الكلام ده. طيب المنتال illness او المنتال disorder بيقول لك هو كلينيكال. احنا طبعا هنبدأ من اول هنا طبعا اللي هو لحد هنا ده الديفينيشن بتاعه. تمام. بيقولك ايه clinically significant behavioral or psychological syndrome or pattern that occurs in an individual and is associated with. يعني ايه؟ هي متلازمة او نمط سلوكي نفسي او نمط سلوك نفسي للفرد، مترابطة بايه؟ يعني مثلا هو شخص مريض وده بيبقى نمط سلوك في الشخص ده ومرتبط بعدة حاجات. بيقولك مرتبط بايه؟ present distress، وجود اضطرابات. طيب وجود اضطرابات دي زي ايه؟ مثلا حصل له painful symptom، اعراض الم، هو شخص تعب حس بألم والكلام ده، فاللي هو ايه بدأت عنده الحاجات دي. طيب عندنا كمان اللي هو disability، عنده إعاقة. طيب الإعاقة دي بتحصل فين؟ بيقولك ايه؟ impairment in one or more important areas of function. اللي هو ايه؟ إعاقة حصلت له في مكان واحد أو أكثر في اللي هي المناطق الخاصة بالمناطق الوظيفية. شخص يبقى ده بصوا المريض العقلي بصوا يا جماعة حابة أفهمكم حاجة، بس اللي هو المريض النفسي غير المريض العقلي. المريض العقلي مثلا حصلت له حاجات
في عقله مثلا خلل او الكلام ده زي ما مكتوب هنا disability اعاقة مثلا، تمام. لكن لو مريض نفسي فبيبقى هنعرفها تحت في باقي الشباتر وكده ان هو مريض بيحصل له يعني حاجة نفسية، حاجة كده جواه احساس والكلام ده، ماشي تمام. لكن ده مريض عقلي. طيب بعد كده increased risk of suffering this disability. بيقولك ايه؟ زيادة كبيرة في هو خطر المعاناة، ان هو مثلا شخص حصلت له اعاقة فهو بيبتدي يفكر وبتزيد علامات الخطورة بتاعة الموت. يعني مثلا هو بيفكر ألم، ممكن يحصل له موت، ممكن يحصل له مثلا لو حصل له ألم او الكلام ده او تعب او حصلت له مثلا اعاقة بيبتدي يفكر بالعجز وان هو بيبتدي ان هو بيشيل الهم. انتوا فاهمين الناس دي؟ طيب بعد كده loss of freedom، انه هو مثلا ممكن شخص فقد الحرية، مثلا حد مكلبشه كده وبيتحكم فيه والكلام ده برضو بيبقى بيطلع ان مثلا بيحصل له بعض المشاكل العقلية، تمام. عندنا بعد كده الجنرال كاركتيريا to diagnostic mental disorder include، تمام. يعني ايه؟ اللي هي خصائص عامة في تشخيص اللي هو المنتال ديس اوردر، تمام. بصوا احنا مش فوق شرحنا ان الشخص الطبيعي ده بيبقى حاسس بايه؟ ان هو مثلا بيبقى مستمتع بالحياة، في استقلال، عنده اهداف والكلام ده. وفوق برضو ايه مقسم لك اللي هو الكومبوننتس بتاعته اللي هي المكونات بتاعته والفاكتورز بتاعته، او الشخص ده برضو احنا عندنا نفس التقسيمات بتاعته. طيب بيقولك الشخص ده بيبقى حاسس بايه؟ بيقولك بيبقى عنده ايه؟ اول حاجة عندنا dissatisfaction with one's characteristics, abilities and accomplishment. بيحصل عدم رضا بخصائص الفرد. يعني مثلا الشخص ده حاسس ان هو في عنده نقص، فهو مش حاسس، مثلا حاسس ان هو عنده لا في حاجات موجودة فيه بس في حاجات مش موجودة، فبالتالي هو بيحس ان لا الحاجات الموجودة فيها اللي انا مش راضي عنها. قدراته مثلا او انجازاته لا برضه هو مش راضي عنها، فبالتالي هو بيحصل عنده اللي هو عدم رضا، لا هو مش مقتنع بنفسه، فبالتالي ده بيوديه لانتكاسة فظيعة جدا يعني، تمام. طيب تاني واحدة اللي هي تاني حاجة بيحصل له infective or unsatisfying relationship. يعني ايه؟ العلاقات بتاعته مع الناس، طبعا احنا قلنا اللي هو الشخص الصحي بقى اللي هو اللي عنده صحة عقلية، فبالتالي علاقاته مع الناس بتبقى زي الفل، يعني شخص اجتماعي وزي العسل. لكن ده بقى تلاقيه ايه؟ ان هو علاقاته غير فعالة، يعني واللي هي مفيش يعني هو مفيش اصلا علاقات، بيتعامل بطريقة مش كويسة، مثلا مش حابب ان هو يتعامل مع اي حد، بيبعد عن كل الناس، تمام. بعد كده رقم 3 اللي هي dissatisfaction with one's place in the world. يعني ايه؟ عدم الرضا بمكانته في المجتمع. هو حاسس نفسه ان هو ممكن يكون شخص كويس جدا يعني، بس هو حاسس نفسه ان هو لا انا مش راضي عن الحاجه دي، فبالتالي بتوديه برضو الانتكاسه. واللي هو كمان يا جماعه ان هو بيبقى تفكيره بايه؟ يعني مثلا انا شخص مريض عقلي مثلا كويس جدا، بس تفكيري عندي زي تفكير ان انا لا انا مش كويس، انا مش عارفه ايه، الناس بتبص لي بنظره مش كويسه. انا بدل ما هو ياخد مثلا الفكره دي ان يحسن من نفسه، لا هو بيعمل انتكاسات اصلا لنفسه، فبالتالي بتوديه يعني دنيا تانية خالص، وبتوديه لحالة غير طبيعية abnormal جدا يعني. طيب بعد كده look of personal growth، مش بيطور نفسه، مفيش اصلا تطور نفسي. زي ما قلت لكم ان هو مثلا ممكن يكون شخص كويس جدا، بس هو مش راضي عن نفسه، مش راضي عن الحاجة دي، لا وكمان انت مش راضي، طب طور نفسك، لا هو مش بيطور نفسه، هو كده هو سايب نفسه كده. في نقطة انا نسيتها اللي هو الايه infective
coping with life events. يعني ايه؟ التعامل الغير فعال يعني مع احداث الحياه. يعني مثلا لو حصل له اي حدث في حياته او الكلام ده يتعامل معاه طيب، او ان هو يجرب ان هو يتعامل. لا، مفيش اصلا يا جماعه. بيبقى الناس دي بتبقى مفيش عندها كونفيدنس، فبالتالي تلاقيها ان هي ضعيفه، مش بتتكلم مع حد، مش عايزه تتعامل، بتهرب من كل حاجه، حاسس نفسه ان هو مش اي حاجه اصلا في المجتمع. تمام. طيب the person's behavior must not be culturally expected or sanctioned. طب يعني ايه؟ اللي هو سلوك الشخص ده بيبقى يعني بيبقى عكس ثقافاته وعكس عاداته وتقاليده وثقافات المجتمع. يعني انت تتوقع منه اي سلوك، يعني ممكن يضرب، ممكن يعمل اي حاجه، وممكن في ناس تتعرض ان هي مثلا، يعني زي ما قلت لكم ان مثلا هو شخص حاسس بعدم الرضا مع نفسه كده، بس بتلاقيه معاه كل حاجه، بس هو بيروح لاتجاه تاني، هو بيسرق مثلا. فتلاقي ان بتحصل له حاجات غريبه، حاجات عكس الثقافات وعكس المجتمع، فبالتالي عكس الواقع خالص، فانت ممكن تتوقع منه اي حاجه تحصل. تمام. بعد كده في سطر هنا مهم جدا يا جماعه، مهم جدا. وانا اللي بتكلم كده بس، يلا ما علينا، مهم جدا. فين السطر ده يا رب؟ بس تكونوا شايفينه كده علشان ما يبقاش مننا. بيقول لك ايه؟ however deviant behavior does not necessarily induct a mental disorder. يعني ايه؟ يعني مع ذلك، يعني شفت الحاجات اللي بتحصل مع الشخص ده، لكن مش مهمة جدا، يعني لا يشير الى اضطراب عقلي. يعني ممكن في ناس على فكرة بيحصل لها امراض والكلام ده، بس سلوكها او الحاجات دي مش بتتغير. تمام. يبقى سلوك الانحراف ده لا يشير بالضرورة الى اضطراب عقلي. تمام. تمام. طيب الحاجة دي لازم تيجي صح وغلط يا جدعان، ماشي؟ طيب بعد كده الفاكتورز اللي بتأثر على المينتال illness. طيب زي ما قلت لكم، اللي هو في الانديفيدوال، وفي الانتربيرسونال اللي هي الشخصية، وفي السوشيال او اللي هي الكوليشرال، وفي بس هما عندنا التلاتة، بس هما في ايه تاني؟ المهم اول واحد بقى هنبدأ بالانdividual فاكتور. طبعا اللي هي بيولوجيك ميك اب. انا مش مقتنعة بيها الصراحة انا مش فاهماها اصلا. فايه، حاولوا مثلا لو دكتور يفهم لكم. يعني انا في دماغي الميك اب يا جماعه اللي هو الميك اب بتاعنا كبنات، يعني الميك اب بتاعنا احنا، لكن انا بيولوجيكال ميك اب دي الصراحه مش فاهمه. حاولوا انتوا مثلا تسالوا عليها دكتور في الشرح بتاعه او كده، الليكتشر بتاعتكم. فقشطه، يلا نبدا في تاني واحده عندي زي التانية، ولا يهمنا اي حاجه يعني. مادام فاهمين يا جماعه والله العظيم، بصوا، مادام انتوا فاهمين الشابتر بيتكلم عن ايه وبيحكي عن ايه وايه الخصائص، يعني مش شرط ما جاتش على واحده، يعني مش هتخرب الدنيا. وبرده يا جماعه لو مش فاهمين اي حاجه قولوا لنا على الكومنتات وانا هرد عليكم ان شاء الله. بعد كده احنا فين؟ ولو الشرح بتاعكم عجبني، الشرح بتاعي مش بتاعكم يعني الشرح بتاعي انا عجبكم، قولوا لي برضو يا جماعه، يعني ادوني كده بوزيتيف انرجي، خليكم ناس منتال هيلث. تمام. بقى ايه في انا هنا انتوا ليريبل. يعني ايه انتوا ليريبل؟ لا يطاق. هو شخص مش طايق نفسه، فازاي هيطيق الناس؟ وازاي احنا نطيقه؟ بس زي ما قلت لكم، هو مش طايق نفسه، مش احنا نيجي بقى ندوله انتكاسه تاني ونبعد عنه، لا نحاول ان احنا نتعامل معاه بما يرضي الله يعني. تمام. طيب يبقى هو لا يطاق. تاني حاجة بقى اللي هو unrealistic fears. يعني ايه؟ مخاوف غير واقعية. يعني ممكن بيقولك بيخاف من حاجة اللي هو انت غير متوقعة. طب الحاجات دي اصلا، وممكن يكون بيبني مع نفسه افكار ايه،
يعني مثلا هو بيبقى ليه دنيا تانية يا جماعة، وليه تفكيرات تانية، فأول ما بيجي يتكلم معاك بتلاقي نفسك اللي هو الحاجات دي موجودة فعلا، انت بتتكلم ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان الناس اللي هي بتبقى mental illness بتبقى ناس اللي هي بيقول عليها ان هي عندها تعب والكلام ده، علشان هي بتقول فعلا حاجات غير واقعية. تمام. بيبقى fears، يعني هو بيخاف، اكيد في مخاوف، يعني هو مش قادر ان هو يتأقلم مع الناس، فاكيد هيخاف من الحاجات اللي حواليه، من الواقع اللي حواليه، من اي حاجة يعني. inability to distinguish reality for fantasy. يعني ايه؟ عدم القدرة ثانية، عدم القدرة على التميز بين الواقع والخيال. يعني مثلا انت شخص mental illness مثلا، تمام، ما بتقدرش انت مع اللي هو الشخص ده بيبني حاجات في واقع ان هو بيخاف من الحاجة دي، وحاجات اصلا مش موجودة، مفيش. فبالتالي بتلاقيه ان هو بيتعامل كأنه في الخيال كأنه بيتعامل في الواقع، وفي الواقع كأنه بيتعامل مع الخيال. فبالتالي تلاقيه مبهدل الدنيا كده، والدنيا زيطة معاه، فبالتالي مش بيعرف يميز بين الواقع اللي هو فيه ده والخيال. تمام. intolerance of life is irritances. تمام. بعد كده اللي هو a sense of disharmony in life، يعني عدم شعور التنافر في الحياة، يعني هو مش قابل لحياته أصلا، بيتنافر منها، بيتنافر من الواقع اللي هو فيه. فبالتالي بيحصل له اللي هو كلمة disharmony، اللي هو التنافر من الحياة أصلا. طيب a loss of meaning in one's life، يعني ايه؟ فقدان المعنى الحياة. طبعا الشخص الصحي هو عارف هو جاي الحياة ليه، هو عايش بيعمل ايه هدف في الحياة، لكن ده اللي هو لا، انا مش حاسس بقيمة الحياة، انا مش عارف حياتي دي هي ايه بالظبط، طب هي ايه هدفها، هو كده يعني. تمام. بعد كده in personal factors include شخص الحاجات الشخصية يا جماعة. في الشخصية بتاعته بيقولك ايه؟ effective communication، مفيش التواصل بتاعه غير فعال، زي ما قلت لكم انه بيبقى قاعد وحيد كده مع نفسه. تمام. excessive dependency on other، اللي هو الاعتماد المفرط على الآخرين، بيعتمد بطريقة فظيعة. بس ما عندوش ثقة في نفسه، بس هو عنده ثقة في الآخرين، وبيعتمد عليهم بطريقة غبية. تمام. طيب withdrawal from relationship، يعني الانسحاب من العلاقات. الشخص اللي هو الصحي بيبقى بيبني علاقات عادي، وشخص اجتماعي زي العسل، لكن هو لا، بيبعد بطريقة فظيعة. طيب no sense of belonging، يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى قاعد وسط اهله وما بيحسش اصلا بالانتماء، مش بيحس خالص. تمام. لا يوجد شعور للانتماء سواء لنفسه او للمجتمع او لاهله، حاسس ان هو واحد غريب، والناس دي اصلا وحوش. طيب ان inadequate social support، يعني ايه؟ يعني دعمه الاجتماعي غير كافي، مش بيدعم اصلا، مش بيدعم حد، هو كده مع نفسه، ازاي هيدعم حد؟ تمام. loss of emotional control، بيفقد السيطرة العاطفية، ان هو ممكن بيبقى بيتعصب بطريقة غبية، ان هو ممكن يعمل اي حاجة، مش بيقدر ان هو يتحكم مع نفسه. ممكن يبقى زعلان بقى بيزعل بطريقة غبية، ان هو ممكن يدخل في حالة مش بيقدر ان هو يسيطر على نفسه. تمام. بعد كده السوشيال فاكتور، واللي هي lack of resources، يعني اللي هو قلة الموارد. هو مادام مش عارف ان هو يستخدم الموارد، او اللي هو يستغل الفرص، زي الكام اخونا التاني اللي هو الصحي ده، اللي ما شاء الله عليه، لو هو مش بيعرف اصلا ان هو بيستغل، ما عندوش اصلا اي حاجة خالص، فبالتالي بيحصل قلة اصلا ان هو بيستخدم او الموارد والكلام ده. طيب بعد كده في اللي هو الفيريونس، اللي هو عنف عادي، ممكن بيستخدم عنف مع اي حد، ممكن لما بيتعصب. فطبعا انتوا عارفين الناس دي اول ما بنتعامل معاها بتبقى شكلها ازاي يعني. بعد كده هومليسنس
يعني التشرد. هو بيحس ان هو ملهوش بيت، ملهوش اي حاجة، يعني هو بيبقى متشرد كده يعني. فبالتالي ايه، احنا لازم نحافظ على الحاجة دي، ان احنا نقعده في بيته ونحسسه. اهم حاجة على فكرة، اكتر حاجة للناس اللي هي بيبقى mental illness يا جماعة، بتبقى الفاميليز بتاعته هي بيبقى ليها اكبر دور ان هو تبني شخصيته من الاول، يبدأ ان هو يعتمد على نفسه من الاول والكلام ده. تمام. طيب بعد كده بورفيتي. بوفريتي اللي هو الفقر. هو شخص كده بيحس ان هو لا، انا فقير، انا دي مشكلة جدا يعني. والخاصة بالمجتمع كمان، هو بيلاقي ان المجتمع ده فقير، فبالتالي بينظره بنظرة مش كويسة. طيب في ايه تاني؟ آه an unwarranted negative view the world. ليه نظرة سلبية، نظرة سلبية للعالم، ان العالم ده حاجة خطيرة، العالم ده شخص زي الوحش كده بيهجم عليا ان هو بيأذيني. ده نظرته للعالم يعني. تمام. عارفين ان هو الطفل اللي بيبقى خايف من كل حاجة وعايز يبعد من كل حاجة علشان هو جبان، وهو نفس كل حاجة بيحس ان بينظر نظرة مش بوزيتيف، لا ده نيجاتيف ونيجاتيف ونيجاتيف، يعني حاجة فظيعة. بيبقى انتوا لما تيجوا تشتغلوا في اماكن نفسية هتشوفوا الشخص ده، بحسن لكم يعني انتوا ايه، تبعدوا عنهم شوية وتحاولوا انتوا ما تعصبهمش، تتعاملوا معاهم في ناس طبعا تتعامل معاها بالراحة وبهدوء والكلام ده برضو بيحصلها، بس معلش وظيفتنا دي هنعمل ايه. بعد كده discrimination such as stigma او اللي هي racism او classism او ageism او اللي هي السكسزم. يعني ايه؟ بيحصل تميز، بيلاقي ان في تميز مثلا في تفرقة عنصرية، بيحصل فيه تفرقة مثلا في تفرقة في العمر، بيحصل فيه تميز ان ده كبير وده صغير، فبيلاقي ان ودي اكتر حاجة ممكن تأثر عليه. مثلا لو اللي هي الفاميليز بتاعته مثلا بتأثر فيه، بتعامل الكبير ده معاملة غير الصغير، وبتعامل مثلا الصغير برضو معاملة غير الكبير، فده بيبقى مختلف. دي لو مثلا تفرقة عمرية، تفرقة عنصرية، ان مثلا الشخص ده مثلا على حسب مكانته في المجتمع. في بيبقى برضو تميز على اساس الجنس، يعني هو مثلا التميز على اساس اللي هو ايه، ذكر او انثى. تمام. فهي دي برضو مثلا ده ولد، دي اكتر حاجة بتتعرض لها البنات، يعني ده ولد ومش عارف ايه، فبالتالي تحس ان الحقوق بتاعتها متاخدة يعني. فاهميني يعني فاهماني. فكده هتكون ايه، محاضرتنا خلصت. يا رب تكونوا استفدتوا وفهمتوا مني. ولو عجبكم الشرح قولولي، ولو ما عجبكمش او في حاجة واقفة معاكم قولولي تحت برضو في الكومنتات، وانا هبقى معاكم.